جندي إسرائيلي نزل البحر مجهز الكاميرا بتاعته علشان يوثق المغامرة بين القروش، وفي لحظة البحر الهادئ اتحول لكابوس وسمكة قرش ضخمة هجمته بدون رحمة. نادرا ما بتظهر أسماك القرش على شواطئ البحر المتوسط، لأن القروش بتكره البرد وبتحب المياه الدافية، والمتوسط مش المكان المفضل ليها، ده غير إن الصيادين دايما بيطاردوها. لكن الموضوع بيختلف عند سواحل مدينة الخضيرة اللي بتقع غرب إسرائيل على الطريق بين حيفا وتل أبيب، بالظبط في نص الطريق، واللي معروف بأنه واحد من أخطر الشواطئ في العالم، علشان في فصل الشتاء بتتجمع أعداد كبيرة من أسماك القرش على الشاطئ ده. وده لأن محطة روترابين الموجودة هناك بتصب مية سخنة بعد تبريد التوربينات، وده بيخلي مية البحر دافية، وبالتالي بتيجي القروش علشان تعوم وتسترخي من نوفمبر لحد إبريل كل سنة، زي قرش النمر والقرش الداكن والقرش الرملي. الأنواع دي مشهورة بضخامتها وشراستها، والقرش الواحد منهم بيوصل لأكتر من 3 متر، وكمان عندهم صفين من الأسنان الحادة، وعشان كده السلطات الإسرائيلية كانت حاضرة في المنطقة. لكن حصل اللي محدش كان متوقعه، جندي إسرائيلي كان بيعوم هناك، لكن الظاهر إن البحر قرر يفاجئه وقضى عليه. في يوم 21 إبريل سنة 2025، يعني من حوالي 4 شهور، تحصل واحدة من أعنف الحوادث. جندي إسرائيلي اسمه براك تساح قرر ينزل البحر في شاطئ الخضيرة. الجندي ده ما كانش معاه طعم ولا رايح يصطاد، هو كان نازل يغطس ويعوم ويتفرج على القروش اللي المنطقة دي معروفة إنها تتجمع فيها. تقريبا كده كان عايز يجرب مغامرة جديدة، لكن اللي حصل له خلاه عبرة لأصحابه هناك، وخافوا ينزلوا الشواطئ من بعدها. الجندي أول ما دخل المية اتحول لوجبة جاهزة للقرش. القرش ده من فصيلة القروش الداكنة، اسمه كراكرينيوس باليونانية، طوله بيتجاوز 4 متر، ووزنه بيوصل ل 350 كيلو جرام، وبيعيش في المية الدافية، والأهم إنه مهدد بالانقراض بسبب الصيد الجائر وتأخر نضجه الجنسي. براك في الوقت ده قلبه كان بيدق جامد من الخوف، ومسك الحامل بتاع الكاميرا وبدأ يوجهه ناحية القرش علشان يبعده، بس ما يعرفش ان العصاية البلاستيك دي مش هتعمل حاجة قدام وحش وزنه فوق 300 كيلو. القرش كان اذكى وقعد يلف حواليه ويعمل له تمويه علشان يغفله، وفعلا غفله وراح هجم عليه من الجنب وعضه من رجله علشان يشل حركته. براك ما بقاش عارف يعوم ولا عارف ياخد نفسه، وكان بيحاول ما يغرقش وبيصرخ، بس حتى صوته ما كانش طالع من المية، والحركات دي كانت بتخلي الدم ينزل اكتر. القرش فضل يعض جسمه ومسك الترايبود والكاميرا بأسنانه وكسرهم على طول علشان ما يلاقيش حاجة يدافع بيها عن نفسه. وهنا براك حاول بكل قوته يعوم ناحية الشاطئ، بس القرش كان مصر يكمل وجبته وما سابلوش الفرصة، واللي واقفين على الشاطئ شافوا الهجوم والدم وما اتحركوش خطوة واحدة من مكانهم. وفجأة كل الدربكة اللي كانت في المية سكتت، وبراك اختفى تماما. طب ازاي اتعاملت السلطات؟ فرق الإنقاذ الإسرائيلية وقوات الشرطة اتجهت على طول مع وحدات سلاح البحرية بالجيش الإسرائيلي للشاطئ في الخضيرة علشان يدوروا على الجندي، وعملوا عمليات غوص مكثفة، مشطوا كل الشاطئ بالقوارب والدراجات المائية والأجهزة الدقيقة، وطائرات الهليكوبتر حلقت على ارتفاع قليل علشان تعمل مسح للمكان يمكن تلاقي أي أثر للجندي، بس ما حالفهمش الحظ وفشلوا في الوصول ليه. في الغالب كده القرش أكله كله أو سحبه جوه البحر. وبدأت جمعيات حماية الطبيعة في إسرائيل تطالب بفرض تنظيمات صارمة وتحديد مناطق آمنة لمراقبة أسماك القرش من غير ما تعرض أي حد للخطر. وطبعا السوشيال ميديا ما سابتش الحادثة دي تعدي كده، كله اتكلم والناس قلبت الموضوع ترند، وكل واحد برأي مختلف. بعد الهجوم ده وبعد كل الفيديوهات اللي بينت الناس على الشاطئ وهم بيقربوا من أسماك القرش كأنها لعبة، كمان منهم حاول يلمسها. منظمات حقوق الحيوان اتضايقت جدا وقالت بالنسبة للقرش دي مضايقة مستمرة وخطر حقيقي عليه. وجمعية مزرعة الحرية قالت كمان الطبيعة مش لعبة ومش مكان للترفيه ومش سوق مفتوح، في قواعد، في توازن، في حدود، ولما بنكسر القواعد دي كتير التوازن ده بينكسر، وأحيانا ده بيجي على حساب حياة الإنسان. هجمات أسماك القرش على البشر مش حاجة نادرة، بالعكس بتحصل بشكل كبير حوالين العالم، وفي بعض الأماكن بتزيد بسبب عوامل بيئية وسلوكيات البشر. مثلا في البحر الأحمر مصر شهدت حوادث مؤلمة في السنين الأخيرة، زي في سبتمبر 2023 اتعرضت ست مصرية في مدينة دهب لهجوم من سمكة قرش، والنتيجة كانت بتر دراعها. وفي نفس السنة سائح روسي مات في الغردقة بعد هجوم من سمكة قرش من نوع النمر، والحوادث دي عملت قلق كبير بين السكان والسياح. وفي يونيو 2024 سائح إيطالي مات بهجوم من قرش في مرسى علم.
الحوادث دي بتوضح إن هجمات أسماك القرش زادت بشكل ملحوظ. كمان في مناطق تانية زي أستراليا حصلت حوادث مشابهة. في سنة 2017 اتعرضت بنت أسترالية اسمها ليتسيا لهجوم من سمكة قرش وهي بتمارس ركوب الأمواج، والنتيجة كانت وفاتها. والسنة دي كمان هاجمت سمكة القرش على مراهقة أسترالية وماتت لأنها تعرضت لإصابات خطيرة في الجزء العلوي من جسمها. صحيح إن المية المحيطة بشاطئ أوريم اللي حصل فيه الهجوم ده تعتبر موطن لكتير من أسماك القرش، لكن الصادم إن الهجوم ده حصل بالقرب من منطقة ركوب الأمواج المشهورة واللي عليها تدابير مكثفة للحماية من أسماك القرش. لازم تعرف إن أمريكا كانت دايما عندها أعلى عدد من هجمات أسماك القرش على البشر مقارنة بأي دولة في العالم. يعني مثلا السنة اللي فاتت حصلت 4 هجمات على البشر في تكساس وهاواي، وكاليفورنيا حصل فيها 3 هجمات بس، وغيرها كتير من الولايات اللي شهدت هجمات عنيفة. بس فلوريدا كانت رقم 1 كالعادة لأنها سجلت أعلى عدد هجمات خلال السنة، ووقع 14 حادثة على مدار 12 شهر. ومن الهجمات دي 8 حصلوا في مقاطعة فلوسيا وهي منطقة بين نهر سانت جونز والمحيط الأطلسي. الحوادث دي بتبين إن التعامل مع أسماك القرش محتاج فهم واحترام للطبيعة، لأن البشر لما بيقربوا من موطنها الطبيعي من غير وعي أو احتياط بيزودوا فرص التعرض للخطر. وده مش بس بيضر البشر لكن كمان بيأثر على توازن البيئة البحرية.